السلام عليكم خوتي خياتي، مرحبا بكم كاع، ان شاء الله تكونوا بيان. راح نشوفوا اليوم خونا مصطفى بونيف يحكي على واش قال لهم وهبي وزير العدل، واش تصرفات تاع برنوس هدايا، وصلت واحد الحكايه خوتي مهمه جدا جدا. تبعوا معنا خوتي، ما تنسوناش بالجام، صلوا الله على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تسكاو. السلام عليكم. شوفوا معايا هذا الفيديو ومن بعد نرجعوا نعلقوا عليه. شنو هادشي يا سي عبد اللطيف؟ شنو هادشي؟ اش داك تخرج تهضر؟ شكون انت؟ من انت ومن خول لك ان تتحدث باسم الدولة؟ لان انت عجبتك تصريحات هالقنوات. لو كان كنتي غير كتعرف تهضر، ما كتعرفش تهضر. زيد الدعوة الثانية عاود قول لهم راه دار لي هكذا وقال لي ما كتعرفش تهضر. ما كتعرفش تهضر، لا ضربتي الحساب انت الفيدباك اللي غادي يجي من هوكستان، ها هما لعبوا وبلعطوا وغادي تمشي تدعي منار سليمي. نعطيكم معلومه خفيفه بك خوتي، منار سليمي تا نهضر كيما برنوس وعاير هدايا وزير العدل تاعهم، ودوكا وعيطلو للشرع. منار سليمي وجد روحك للشرع. وزيد تعيني حتى انا وتعي شي واحد اخر عاود وتعي شي واحد اخر، زيد كمل الباهيه. ما طلعش كما قال هذاك معاكم انتوما، ما طلعش مالك صاحبي، مالك صاحبي. وغادي انت تهضر شوف تيفي على المثقفين، على الدكاتره، على منار سليمي في اللجنه في البرلمان، كتقول لهم غندعيه. هاد الشيء خصو يحبس، هاد العبث هذا خصو يحبس، هاد العبث هذا خصو يحبس. والخرجات ديالكم العبيطه راكم تشوفوا سعيد برتوش هنا يوجه كلامه لوزير العدل. وزير العدل طبعا تاع المروك اللي اسمه عبد اللطيف وهبي. شوفوا الطريقه اللي كان يتكلم بها سعيد برتوش مع الوزير، طريقة تشوفوا فيها كثير من الشجاعة والجرأة، لدرجة أنك تستغرب تقول من أين أتى سعيد برتوش بكل هذه الثقة وهذه الشجاعة، الثقة اللي نفسها كان عليها منار سليبي، واللي الآن راه يواجه وزير العدل، أو هناك قضية ما بينه وبين وزير العدل في أروقة العدالة المغربية. أنا هنا الشيء اللي لفت انتباهي هو أنه نفسه وزير العدل هذا هو اللي قال للشعب المغربي روحوا ديروا فحص لاديان وكل واحد يعرف باباه. وبين الصدق والمصداقيه، احنا الجزائريين كي نقول لكم عفسه نجيبوا لكم لابروف، ماشي كيما انتوما. تفضلوا. انت لدي نقلبوا على بوين يبقى المغربي غادي تابعين 20 دري. وانا ماني قانون هذا ورفضوا هذه باش ما يبقاش، باش كل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه، ما يبقاش الاطفال في الزنقه. سعيد برتوش هذاك الوقت ما شفناهش زعف على الوزير وتقلق على الوزير وقال له ما تعرفش تهدر، ما قدرش، ما قالهالوش في هذاك الوقت، لانه سعيد برتوش هذاك الوقت ما لم يتلقى اي اوامر انه يتكلم على الوزير. لكن هذه المره لما الوزير نتاعهم رحب بالمساعدات الجزائريه، اليهود وجناح نتاع اليهود في المخزن قالوا لسعيد برتوش رد على الوزير، وهاجموا بسبب قبول المساعدات الجزائريه. نعم يا سعيد برتوش، كيما تعرفوا انتوما ما يقدر حتى مروكي يهدر ابار كي يجيهم امر من الفوق، تسمى ما تحيرش خويا الروجي. الامر راهو جاي من اللي راهو حاكم، واللي راهو حاكم راكم تعرفوا باللي الكاين. ما داتكش الغيره وما شفناكش راجل وشجاع تحكي مع الوزير نهار اللي قال لكم روحوا افحصوا لاديان تاعكم، لانه قال لكم كل مروكي يروح يشوف لاديان تاعو. ما تكلمتش، ضربتها بسكته. لكن لما قال نرحب بالمساعدات الجزائريه، رانا نشوفوك دوكا نافش ريشك في السردوك وتقول له تابعني قضائيا، لانك عارف باللي راك محمي من اللوبي في المخزن. وبعد كل هذا تقولنا مصطفى يتلقى الأوامر من الديارس.
لعنة الله عليك وعلى المثقفين من أمثالك إذا كان تعتبر نفسك مثقف. احنا ما نشوفكش مثقف، نفشريشو فقط على الجزائر بأوامر من سيادو. وروح افحص القضية نتاعك وتأكد باللي باباك هو باباك يا سعيدة برتوش. دوكا نروحو نشوفو شيوخنا يحكوا لنا شويه على التاريخ وشكون اللي قرا محمد الخامس. بن شيخ سفينجة 20 سنة رئيس بابور. واش دخل مجميع خرجة اللي خرج فيها يدخل الغنيمة. أول بابور اللي دخلوا تاع لي بورتوغي 44 كانوا فيه في 1796. الرئيس حميد. الرئيس حميد هذا الزعيم ما يقراوش عليه في المسيد. علاش ما تقراوش عليه يا اخي؟ على العلماء تاوعنا. اول جزائري اللي نفاتوا فرنسا سي محمد العنبي، هو عالم بابا عالم جدو عالم. علاش ما تسموش عليه وعلاش ما ديروش عليه حاجه؟ مصطفى القبابطي رفض باش يقروا فرنسيسا. كاين فواه المصر تما اللي كتب واحد القصيد يخدموا الهاشمي بزاف من نبات راعي الحباب يا حمام بالغسلامي الى الجزائر. كتبوا القبابطي في مصر. انا كنسمعوا نتوفى غادي. علاش ما يهدروش على ابوي على الزواوي؟ ابوي على الزواوي واش كتب؟ واش يقول لك الشيخ يترحموا عليه نسافو؟ واش كتبوا العلماء تاوعنا؟ واش كتبوا المشايخ تاوعنا؟ ما يعلم الا الله. سعين خزي. علاش ما يتكلموش على هاد الناس؟ نورمالمون هادو كامل يقروهم في المسجد، بصح ما فهمتش علاه ما يقروهمش. على العلماء على المشايخ على الشيوخه. حنايا منا شكون اللي راحوا عليكم السلام للحجاز. بكري كانوا يقولوا الحجاز ما يقولوا السعوديه. كانوا في المدينه المنوره في الجامع تما كانوا بلا ضوء. شكون اللي دار لهم الضوء؟ جزائريين. في 1933 في 66 بهم راحوا سيدي خالد. نعم ابو بكر الجزائري بالسكري اصل من سيدي خالد وعاش تما. يعيش تما. ايه سي حميد خويا سبحان الله. نعم مات تما عالم جزائر جزائري ابو بكر الجزائري. راحوا منا جدودو راحوا منا خدموا الضوء تما في المدينه المنوره. جزائريين. احنا العلماء قبيله كنت نقول له شكون قرا محمد الخامس؟ محارس قيب النصر عالم جليل دلسي. ماشي برجي. لا دلسي. كان مفتي الملكي في الجامع الكبير في 1912 حتى 1922. واش العياش صافا شويه. اسمع التاريخ، قرا شويه تاريخ. عامين في المغرب قرا محمد الخامس جزائري عالم وخلى الفتاوي ما يعرفوه. خلى 100 فتوى او عندي تاريخه. جبت كاع تاريخه تشوف واحد الخط واحد الربي. علماء تاوعنا هادو مشايخ تاوعنا جزائريين ربانيين. الشيخ طاهر تاع الجاد علاش ما تدوش عليه؟ راهو في القرن 7 سنين. البارح كنت نقصر مع تلميذه او متبت قرن 7 سنين. وهو اللي كان يفتي لعميروش. كان معاه عميروش. واحد كيما هذا ما تكلمش عليه. انا نقول الحمد لله يا ربي يزيد الجزائري. هذا الشرف كبير جدا ليا وليكم. بارك الله فيكم خوتي. ما تنساوش صلوا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ديروا النجام ونتلاقاو على خير خوتي. السلام عليكم وتحية الجزائر.